السلام عليكم البنات، كي داير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير صحه جيده. مرحبا بكم في قناه شويه مع وفاء اللي بغيت نشارك معكم هذا المسمن المعمر تيجيب الكفته والربيع وداك الشيء والبصله، كيجي زوين تبارك الله ما شاء الله. ما نطولوش عليكم، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندنا هنا 3 البصلات البنات، واحد الطريف كان سوا نص بصله سوا زدتو كان عندي وزدتو، وجوج فلفلات في خضرين، وجوج ديال المزيودات اللي غنقطعهم. غادي نقردو البنات البصله دويمات صغار. دابا البنات غنقطعوا الفلفله، ولا كانت عندكم في الالوان ديروه في الحمراء، لا عندكم الحمراء حتى هي ديروها مزيانه. عندي انا جوج فلفلات غادي نقطعهم زول من الزريعه ديالهم، نقطعهم حتى هما دويمات. من بعد ما قطعنا البنات الفلفله، دابا غندوزو للمزيودات. غنزيدو ديك الزريعه ديال المزيودات، ولا عندكم السودانيه حتى هي ماشي مشكل، ديروا السودانيه بلاصه المزيودات. انا عندي المزيود هذا كاين الفلفله الحاره درتهم، درت جوج. غنديروا البنات شويه ديال الزيت المائده في المقله ديالنا باش نشحروا البصله بعد ما تسخن غنلوحو. غادي نلوحو البصله والفلافل يتشحروا. ها شويه الشطره ونلوحو عليها الفلفله، وهاد المزيودات حتى هما. البنات غطيت عليها شويه، من بعد ما هبطات البصله وديك الفلافل هبطوا وداك الشيء، غادي نرمي شويه د الكفته. الا بغيتو البنات ديروا الكفته ولا ديروا الشحمه بحال الشحمه ديال الكلوه حتى هي تجي زوينه. انا اللي عندي دابا الكفته قضيت بالكفته، ولكن عندكم الشحمه حتى هي راه كافيه، حتى هي كتجي زوينه. الشحمه ديال الكلوه تجي زوينه. دابا البنات عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه د الكمون، ونص معلقه د البزار، والملحه على حسب الذوق. عندنا قزبر معدنوس اللي مغرودين، واحد المعلقه كبيره باش تجيكم الحشوه مزيانه. غنشحروا البصله ديالنا مزيان حتى ما يبقاش البنات فيها الماء، تولي البصله ما فيهاش الماء، مشحره باش ما تقبلناش الورقه. ما تقبلناش بحال العجينه اللي غنديروا ان شاء الله، حيت الا خليتو البصله فيها الماء كتخسر العجينه ديال المسمن. بعدا بدات ما صافي البصله ديالنا حسينا بالطابط مبقاش فيها الماء، شحرات مزيان. غنخويو في هاد التبصيل ديال كما كنقولوا الاناء ولا التبصيل
كما نقولوا التبسيط ديال الطوس، ديال الطوسي عادي ديال البديع. غنخليوها تبرد البنات، ملي تحيد دوك البخ حتى في الثلاجه، لا كنتي مزروبه حتى في الثلاجه باش تزيد تبرد مزيان، باش ما تقوليكوش العجينه ديال المسمن. دابا البنات غندوزو ان شاء الله باش نعجنوا العجينه ديال المسمن. الكاس الاول ديال الدقيق الابيض، هاد الثاني البنات هو الكاس العنبه، بالكاس العنبه، ماشي داك الكاس الصغير اللي كيكون موين تياخذ 105 100 زعما 125 غرام ديال 150 مليمتر ديال الدقيق. هاد البنات هزات لي هي 6 كيسان ونص ديال الدقيق الابيض، 6 كيسان ونص. والبنات زدت كاس ديال الفينو. وهاد الطحين البنات راه مغربل، غربلتو. قميصه ديال هذه البنات واحد المعلقه صغيره السكر، قميصه الملحه، ولا عندكم العسل بغيتو تعوضوا بالعسل عوضوا، انا درت السكر سنيده والملحه ومعلقه صغيره ديال السكر باش تعطي اللون المسمن ديالنا. عندنا البنات واحد شويه الخميره، غير شويه غير شويه باش ما تخمر ليكمش، غير شويه ماشي بزاف، واحد القميصه ديال الخميره. هذا البنات من هذا الكاس الماء من الروبيني، ها جوج كيسان درنا ديال الماء وغنشوفوا. وعلى حسب البنات الدقيق، على حسب الدقيق ديالكم شحال غادي يهز ليكم ديال الماء. انا شخصيا هزات ليا 2 كيسان ونص البنات، 2 كيسان ونص ديال الماء اللي هزت ليا هاد الدقيق اللي درت فيه 2 كيسان ونص، وغير من الروبيني. والماء راه كتشوفوا عينكم ميزانكم، الماء راه عينكم ميزانكم البنات. بعد ما تعجنات البنات العجينه ديالنا غنخليوها ترتاح، غنحيدوها من هاد. غنخليوها البنات ترتاح شويه وعاد نرجعوا عاوتاني باش بعد ما ارتاحت شويه جبدناها باش غادي نفركوها شويه على سطح العمل. غنزيد نفركها شويه هكا، غتلقى شويه زعما ترخفات، راه تبارك الله مفروكه. دابا البنات غنقطع على عندي هنا بشويه الزيت المائده، ندهنو سطح العمل بالزيت شويه الزيت، غنقطعو على 3 ديال الكويرات. بعد البنات ما قطعناهم على 3 الكوير غنخليهم يرتاحوا شي شويه، نغطيهم غطيتهم انا بالميكاش خلاص، خليتهم بسريبيطه غطيتهم وخليتهم يرتاحوا شويه عاد نرجعوا. دابا غندوزو ندهنو اللاطه ديالنا بالزيت. المهم ديما زيت المائده هي اللي كنخدموا بها، حتى ندير مسمنه وحده. دابا البنات هي ترخفات العجينه ديالنا شويه، خلينا حتى ترخفات شويه واحد القسم. هذا البنات التحميره درتها في واحد المعلقه، درتها في الزيت باش غادي نورقوا ان شاء الله المسمن ديالنا. كما كتشوفوا سطح العمل راه نقي، راه مسحناه تنمسحوه مزيان.
كل ما ورقتو العجينه ديالكم، كل ما عطاتكم تجي زوينه، المسمن يجي زوين. كل ما ورقتيو كل ما مزيان. هانتوما البنات جبدوا من الجناب باش ديك العجينه تكون مورقه مزيان. شوفوا البنات كيفاش كنجبد العجينه من الجناب باش تورق. كندهنوا بهذا الزيت ديال التحميره. التحميره البنات غير داك الصفات، ماشي داك التخت ديال التحميره كنخليه في الزلافه في الجبانيه كاع ما كنخدمو، هي ديك الزويته اللي عطات اللون. دابا هذه الحشوه ديالنا راه بردت، بردات مزيان. عاد نديروها في العجينه ديال المسمن. كما كتشوفوا العجينه ورقناها مزيان. وانتم كتخدموا، وانتم كتورقوا العجينه ديالكم، تحاولوا ما تخليوش غليظه. ودهنوا بالزيت ديال التحميره. دابا البنات غنديرو هادي في اللاطه الاولى، غنحطوها في اللاطه ونرجعوا معاكم باش نصايبوا الاخرين. وديما كترشوا بهاد الزويته ديال التحمير كتعطي اللون الا كانت باش بحال تقولي تقبات من الوسط، حاولوا تجمعوا العجينه وتسدوا ديك البلاصه اللي كتكون تقبات لكم في الورقه ديال العجينه. غادي نديرو هاد عاوتاني نضبلوها المسمنه. نتوما كما كتشوفوا الاولى عمرناها، والثاني كنديرو باش يديروا لنا الورق، باش الورقه تكون مورقه من وسط المسمنه. كما كتشوفوا ديما كندهن الورقه ديالنا بالزيت باش ملي كديرها في الفران كتطلق هذوك الوريقات يتعزلوا بعضياتهم ديال العجينه. نيا البنات هاكم باش تعرفوا تهزوها. حنا لما طلقناها في اللاطه غنرجعوا للثالثه. كما كتشوفوا العجينه راه مساعده راسها، كتورق بسهوله. ما تكثروش الخميره غير شويه البنات، ماشي تكثروا الخميره باش ما تخسر لكمش الورقه. فما تقبل لكم شي بليصه كما قلت لكم عاودوا تسدوها بالعجينه باش ما دابا البنات هي الثالثه حنا غنديروها غادي نغلفوها الثالثه غادي نغلفوا المسمنه بالورقه الثالثه.
هذيك البنات التحميره اللي درت فيها زيت، كاس ديال الزيت اللي درت في ديك التحميره باش كتجيكم مورقه. دابا البنات غنديرها في اللاطه. انا البنات درت اللاطه مدوره، وانتم من الاحسن ديروها طويله، لان ملي جيت ما بغيتش عاد نحول صافي درتها عاوتاني رديتها على قد اللاطه، جات بحال بحال سميتو بحال البسطيله، حيت انا ما درتش اللاطه الطويله، كون درت الطويله حسن كان تجيني على حس الشكل اللي درت، ولكن في الاخير دورتها جاتني مدوره. دورتها على اللاطه اللي عندي حيت مدوره، دورت باش ما تجيني حيت جاتني تبارك الله كبيره. ولكن الا عندكم لاطه طويله حسن تجي باش تجيكم هي هذيك على حسب الشكل اللي درت انا، درت على طول اللاطه، ولكن في الاخر درتها مدوره. ماشي مشكل. يلا البنات، والحراره ديال الفران 200 من التحت هو الاول شويه، عاد شعلوا من الفوق. دهنوها بشويه ديال الزيت. يلا البنات حنا طيب ان شاء الله. ها المسمنه ديالنا طاب تبارك الله، جات غزاله المسمنه تبارك الله، ما نقول لكمش كيفاش المذاق ديالها. هو هذا البنات كما كتشوفوا. غادي نحولوا لهذا الطبسيل او الصحن. الطبسيل او الصحن، كان الناس اللي ما كيعرفوش شنو الطبسيل، الطبسيل ديال البديع. وغنقطعوها ان شاء الله باش تشوفوا الشكل ديالها. ديما المسمنه البنات قطعوها سخون باش ما يتعكس لكمش في التقطاع، تكون مازال سخونه. انا شخصيا قطعت على 8 طروفه، جات تبارك الله الطروفه كبارين ما شاء الله، جات غزاله. هاد كما كتشوفوا جات فنه هاد المسمنه بصحتكم وراحتكم الله يخطيكم. وما تنسوناش من اللايكات ومن قليبين وشكرا لكم، الله يخطيكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله.